السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. شوفوا اليوم واش جبت لكم وصفة المحاجب بالميكسر. هذه الوصفة يعني دائما كنت حابة ان نديرها، وكي درتها ندمت لي ما جربتهاش من قبل. واحد الخفة وواحد القرمشة وواحد البنة، يعني غير اللي يشتي يشقي روحو ويروح يدلك ويطيح كتافو. شوفوا كيفاه يجيو هايلين وماشي مزيتين، يعني ناقصين زيت ما يقهمو ما والو وبزاف بنان. نفوتوا المقادير. انا هنا حندير الميكسور، تقدروا ديروا بالبرا ميكسور. نسحقوا كاس تاع السميد يكون رطب، كما قلت لكم تقدروا ديروا البرا ميكسور في بلاصه هذا. ونزيدوا 2 كيسان تاع الماء يكون دافي، نفس الكاس اللي درنا به السميد. وهنا نسبق نخلط شوي بالمغرفه، ومن بعد ندي نخلطهم يعني من 5 دقائق ل10 دقائق. المهم نتوما شوفوا كي تلقاو الخليط ولا ليس والحبيبات تاع السميد يعني ولاو ما يبانوش، ثم اعرفي بلي الخليط تاعك راه واجد بهذا الشكل. هنا بعد ما خلطتهم كما راكم تشوفوا نفرغوا في بول ولا غيسيبيون ولا كما تحبوا. شوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه. نبدا نضيف الفرينه ونزيد الملح، درت مغرفه صغيره تاع الملح ونخلط. نبقى نضيف في الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. انا هنا حنديرو يدوروا شويه في البيتخان، اللي ما عندهاش بيتخان دير بيدها، يعني تدلكهم شويه هذا مكان حق ما يمتزجوا. كما راكم تشوفوا بعد ما تلموا لي تحصلت على عجينه تكون طريه، زدت لها شويه تاع الزيت ونلمها. راكم تشوفوا في القوام تاع العجين، يعني العجينه تاع المحاجب كيما اللي مولفين نديروها. نجيبوا كيس بلاستيكي نديروها في وسطو ونغلقو مليح الكيس ونخليوها تريح، ونروحو نديرو لاصوص ولا التشكتوكه. في مقله درت فيها شويه تاع الزيت وزدت لها 2 حبات بصل مرحيين، رحيوهم شويه في الخشين ماشي ترحيوهم بزاف. هنا نزيدو قرن فلفل احمر ولا خضر كيما تحبوا، وزدت 2 حبات طماطم ثاني مرحيين مليح. درت رشه تاع الفلفل الكحل، مغرفه تاع فلفل احمر معمره مليح، ومغرفه طماطم مصبره، ونزيدو الملح. هذا مكان هذو هما التوابل اللي درتهم. نخلطهم ونخليهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا نطفيو عليهم ونخليهم يعني يبردوا. ديرهم في كاش حاجه تكون مفتوحه باش يبردوا. نولي للعجين قليتو ارتاح. شوفوا كيف يعني ما شاء الله. ونبدا نلوز فيه، ديروا الحجم اللي راكم حابينه. شوفوا ديوها من عندي جربوهم وعينيكم غامضين. كي العجينه جات هايله كيما هذيك التكتوكه ثاني جات بزاف بنينه. ومن بعد ندهنهم بشويه تاع الزيت من الفوق كيما راكم تشوفوا. درت لي 9 حبات هذه الكميه ونغطيهم. ما نغطيهم ونخليهم يزيدوا يريحوا لنا نص ساعه. بعد ما ريحت لي العجينه نجي نبدا نشكلها. انا نشتي نشكلها فوق بابي كويسون، نقطعو مربع ونشكلها فوقه باش يعني ما تقطع لي ما يصرى لها والو كي نعود نهزها. ونفتحها بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. راكم تشوفوا في العجينه كيف راهي ما شاء الله طاوع في الخدمه بالبزاف وتتفتح وما تتقطعش. ونفتحوها بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، يعني كامل تعرفوا كيف ديروا المحاجب. نديروا لاصوص كيما شفتوا انا درتها فوق طبسي باش تبرد لي ونغلقو. وديريكت ندي نطيبها. كما شفتوا البابي كويسون يعاون بزاف في الخدمه، تجي خفيفه ومورقه وبزاف هايله. يعني اللي ما يحبوش المحاجب كاينين يديروهم بزاف مزيتين هذو. وهذو هما المحاجب اللي تحصلنا عليهم، جاو بزاف هايلين بزاف بنان خفاف وما همش مزيتين كما راكم تشوفوا، وجاو مقرمشين يعني كي يكونوا جداد يكونوا يقرمشوا هايلين. وكتشوفوا نفتح قدامكم الحبه تشوفوا يعني بلي جات خفيفه ومورقه.
نتمنى تكون هذا الوصفه عجبتكم وجربوها وعينيكم مغمضين على ضمانتي. اللي ما نجحت لهاش ولا ما عجبتهاش تعاود تجي ترجع لي كومونتير وتقول لي. هذه كانت وصفتنا النهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم وبسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.